تعرف ان سعاد حسني هي اللي كانت هتقوم ببطولة فيلم الصعود الى الهوية بدل مديحة كامل؟ فيلم الصعود الى الهوية اللي قصته متاخدة من ملفات المخابرات المصرية، اللي بيحكي قصة الجاسوسة هبة سليم، البنت الجميلة اللي في العشرينات قدر جهاز الموساد يسيطر عليها وعلى دماغها ويعمل لها غسيل مخ، لدرجة انه يقنعها بان دولة الكيان دولة بتسعى للسلام، لكن العرب هم اللي مش حابين السلام وهم مش قد الحرب مع دولة الكيان، وان دولة زي دولة الكيان مستحيل تتهزم. فما بالك بقى لو اللي بيحاربها العرب. ومن كتر اقتناعها بالكلام ده كانت بتقدم معلومات سرية للغاية وخدمات لإسرائيل وبدون مقابل، لدرجة ان اعتبرتها جولدا مائير البنت الغير شرعية لإسرائيل. ومش بس كده،